إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. كلمتين وبس. صاحبنا سافر كام يوم يخلص شغلانة تخصه، رجع على بيته لقى شيء لا يمكن يتصور حدوثه ولا حتى بين أكلة لحوم البشر. إذ إنه فوجئ يا حضرات السادة الأفاضل بإن جيرانه اللي شقتهم لزق في شقته وحيطتهم لزق في حيطته اتفاجئ بإن الجيران دول كسروا شقته واستولوا على عفشه وأوراقه وخفوها في مكان مجهول وقعدوا في الشقة واحتلوها احتلال كامل. ويا صاحب الشقة اخبط راسك في الحيط، احنا محتاجين للشقة دي لأن واحد من الولاد هيتجوز فيها. طبعا صاحبنا راح البوليس والنيابة وقدم الشكاوي اللازمة، وجهات الأمن ابتدت في عمل التحقيقات، وطبعا من الأكيد إن صاحبنا ده هيرجع له حقه. لكن السؤال هنا إزاي ده يحصل؟ ومن مين؟ من الجيران اللي المفروض إنهم زي الأهل بالظبط، بل يمكن في ناس بتشوف جيرانها وتعاشرها أكتر من أهلها، وفي جيران تعرف من أسرار جيرانها أكتر من الأهل برضه.